أهلا بيكم في قناتنا كودفرس. النهاردة معانا طبعا كان نفسي أقول تحدي جديد ومسألة جديدة هنحلها خطوة خطوة، ولكن كود شيف كان ليه رأي تاني. كود شيف يا جماعة دلوقتي احنا اكتشفنا ده بقالنا حوالي من ساعة كده، إنه كود شيف بقى مخلي كل الحاجات بتاعته كلها برو، يعني انت هتدفع اشتراك. يعني دلوقتي احنا لو فتحنا كود شيف، اول ما بنفتح كود شيف كده ونبدا ان احنا نبدا نحل مسائل او كده، احنا طبعا كنا واقفين عملنا 27%. طبعا زي ما انتم شايفين جيتر افريج دلوقتي بقت برو، يعني كل حاجه لازم ندفع لها فلوس، اهي كل المسائل لازم ندفع لها فلوس. يعني بالنسبه لنا كده كود شيف قفل. طب انتوا لو حبيتوا تشتركوا في في يعني او كده، فالاشتراك السنوي ب 4000 جنيه مصري، يعني 86 دولار. يعني خليني افتحها لكم كده اوريكم ازاي. بصوا لو دوسنا ريزيوم كده وعملنا هنا unlock pro today، شايفين اصلا كمية التاب اللي احنا فاتحينها فوق من كتر ما احنا بندور على بدايل ليها، ولكن حاولنا نلاقي حاجات وان شاء الله هنشتغل النهارده طبيعي عادي جدا. هقول لكم هنشتغل على ايه كمان. اليرلي ب 86 دولار، يعني حوالي 4000 دولار، والمانثلي ب 39 دولار. آه في ناس حابة تشترك براحتكم، احنا لو مش حابين فاحنا هنقول البدايل النهارده. وكده كده هعمل كمان سلسلة جديدة هنستخدم حاجة حلوة قوي ولطيفة جدا وظريفة، كنت حاطة لها فيديو شورت. كان فيديو شورت موتيفيشن ليها يعني، فبرضه حلو قوي هنستخدمه النهارده. يبقى احنا كده عرفنا ان خلاص كده كود شيف قفل وهنشوف له بدايل. طيب بدايله ايه بقى النهارده؟ يلا بينا نعرف ايه البدايل بتاعته. عندنا حاجة اسمها كودي، كودي دوت تيتش. خلينا كده افتح معاكم كده من اول جديد بقى ايه، علشان عارفين ايه اللي يحصل. هو كده اسمه كودي دوت تيتش او تيتش، اوكي او تك، عادي يعني. نفتح مع بعض واحدة واحدة. مبدئيا كده هو هيطلب منك انك تعمل لوجن. حلو. ولازم ان احنا عندنا هنا هبدأ اشرح لكم كل حاجة فيه، كل حاجة فيه هبدأ اشرحها فيه النهاردة، وهنحل كمان منه مسائل ان شاء الله. هو هنا قال لي كده، بصوا معايا بقى ركزوا معايا قوي. هنا كودي بيقول لي ايه؟ بيقول لي اول حاجه انت اول ما عملت لوجن عندك، اول ما بتفتح البروفايل، احنا نبدا نشتغل واحده واحده. اول ما تفتح البروفايل بتاعتك هتلاقي اسمك، والحاجات دي احنا اللي هنضيفها دلوقتي مع بعض. طيب انا دلوقتي مثلا انا طبعا عملت هنا اسمي وحطيت اسمي وكده، وعملت هنا الافاتار. لو انتوا حابين تحطوا بروفايل من على الجهاز براحتكم. هنا لما بتعملوا بتبداوا ان انتوا تختاروا العيون والمناخير والشعر واللبس والباك جراوند كولر، بنفسجي بقى ازرق، اي حاجه براحتكم براحتكم براحتكم. تمام. نرجع تاني. دي ايه اول حاجه. تاني حاجه عندنا هنا حاجه اسمها الانرجي دي كده كده بتبقى 5. يعني ايه؟ يعني انت كل مساله بتحلها، هو مشكلته دي بقى مشكلته ان انت معاك مسائل بتحلها. المسائل اللي انت بتحلها دي بتنقص منها انرجي. هو انت بيبقى معاك 5 انرجي. اول انرجي بتخلص لما بتحل اول مساله، وتاني انرجي وتالت انرجي ورابع انرجي، وهكذا بيتجددوا كل يوم. يعني مش بتحتاجوا انكم بتدفعوا فلوس. ولكن احنا طبعا انا لسه مخلصه من شويه الانرجي عشان كنت لسه بكتشفه يعني كده. فقال لي ان انت قدامك ساعتين عقبال ما يرجعلك تاني انرجي جديده. طبعا انتوا بقى لو حابين ان انتوا تضيفوا انرجي بتدفعوا فلوس بقى، دي حاجه بقى انتوا احرار فيها. طيب التوكنز دي لما بتيجي تحلي مساله صح، لما بتيجي بتحلي من عنده مسائل صح، بيديك 19 توكنز قصدي. ايه فايدتها؟ ان انت ممكن تشتري منها حاجات براحتكم يعني. وعندنا الستريك ده مش الستريك بتاع السناب شات، لا الستريك ده اللي هو لما انت مثلا بتيجي تحل مساله فيقول لك ان انت النهارده حليت مساله، فانت كده عملت 1 داي ستريك. فاحنا النهارده الخميس، فقال لي ان النهارده ثيرد داي، فانت حليت النهارده اول ستريك معانا كان يوم الخميس. حلو. طيب اخترنا طبعا الجورني بتاعتنا سي بلس بلس. لو حابين انتوا كمان تضيفوا جورني تانية هتضيف، مفيش مشاكل. طيب تعالوا نكمل.
طبعا بقى هنا عندنا الستريك وعندنا الاكس بي. انا طبعا معايا 272 اكس بي، انا لسه فاتحه اونلاين من شويه، من ساعه كده. ده ايه بقى؟ ده عدد النقط او يعني انت لما بتيجي تحل مساله فانت بيديك اكس بي، بيديك مثلا 35 اكس بي. وساعات لو مثلا كان كويز او حاجه كبيره شويه بيديك مثلا خمسة، بيديك 50، على حسب هو بيديك كام. فانت مثلا وانت قاعد ممكن تجمع ال 272 دول. انا قعدت ساعه باين او اقل كمان من كده، عملت 272. وكان ممكن اعمل اكتر لولا ان انا في كويز غلطت فيه يعني. هنشوفه دلوقتي مع بعض. طيب، طبعا انا خدت البادج اللي هو الستارتر. البادج ده اللي هو البدايه او البادج. احنا هنا لو نزلنا تحت عندنا بادجز. اول بادج ممكن تعملوه اللي هو الفول بروفايل. بنعمل فيه ايه؟ اول حاجه هندخل على هنعمل هنا كده، بيختار يقول لك انك دلوقتي تكتب في الباي بتاعك انت ايه، يعني انت حابب يبقى شخصيتك عامله ازاي كده. بدوسنا عليه مثلا، انا مثلا حابه ان يكون اسمي بيت اندريس ابرتنس كده، او مثلا حابه ان يكون اسمي كود كريسويد، او حابه ان يكون لوب ليجند. انا حبيت لوب ليجند دي. كل دول بقى بيتفتحوا مع مرور الوقت يعني. تمام. طيب، البايو ده بقى ازاي اكتبه؟ هنا بندخل، هنا عندنا الايديت بروفايل. عندنا ايديت بروفايل. هنا عندي ملك احمد، طبعا ده الاسم. وعندي الديسكريبشن كده، ديسكريبشن صغير. انا بقى قعدت اهزر معاه يعني واكتب اي حاجه كده. وهنا بقى انتوا لو حابين ان انتوا تحطوا اللينكات مثلا خاصه بيكم، انا مثلا حطيت اللينك بتاع القناه بتاعتي عشان لو حد دخل على الاكونت بتاعي يدخل يشوف. وحطيت كمان لينك جيت هاب. كان نفسي احط لينك بنترست بس طبعا ما فيش. هو عنده هنا اللي هو التويتر، وعنده الفيسبوك، وعنده الانستجرام، وعنده اي بقى ويب سايت تاني ليك انت، وعنده لينك دين بيتش. تمام. طيب، فانت اول ما بتخلص او اول ما بتعمل كل الايديت بروفايل بتاعتك بتعمل سيف تشينجز. تمام. ارجع بقى تاني يعني، تعالوا نرجع كده ايه على البروفايل بتاعتنا. فاول ما بتخلص كل اللي انا قلت عليه ده بيديك البادج بتاع فول بروفايل. طيب، ازاي اخد الستارتر اللي هو بتاع الستارت، واخد ده النوفيس تشالنجر والاكسبيرينس بيجنر؟ اقول لكم كل واحد دلوقتي بيعمل ايه. الستارت ده، اول انا بدات حليت اول 3 مسائل، او حليت 3 مسائل، او يعني يعني حليت 3 مسائل من كودي. و النوفيس تشالنجر ده اللي هو اول يعني البدايه يعني، او لسه بادئه التشالنج او داخله فيه وكده يعني، دي البدايه. والاكسبيرينس ان انا عديت من الاكس بي دول، انا عديت منهم 100 يعني بقوا 272 طبعا، فانا عديت 100. فده يعني كان بالنسبه لهم حاجه كبيره. المفروض ان انت اصلا توصل ل 1000 اكس بي. تمام. طيب كده احنا ايه، شفنا كل حاجه في البروفايل بتاعتنا. لو دوسنا هنا على كودي بيبدا يدخلنا في الايه، في الجيرني. خلينا اول حاجه هيبدا ان انتوا يدخلكم في الجيرني. هنا الانترودكشن تحل انت. هي عارفين ديولينج؟ الناس اللي بتتعلم لغات لو عارفين ديولينج، هو حاجه شبهه كده بالظبط بس عن طريق البرمجه بقى. فهو بقى هي زي لعبه كده. هي لعبه لعبه لعبه، كل مرحله بتخطيها لعبه لعبه لعبه، كل شويه بتخطيها. طبعا انا وقفت لحد هنا لانه الانرجي بتاعتي خلصت. طب الديلي تشالنج ايه هي؟ الديلي تشالنج دي بقى ما فتحتش معايا. ليه؟ لا، لان انا ما معيش 1000 اكس بي. اول ما توصل للاكس 1000 اكس بي هتفتح لك على طول. طيب ايه الجولز؟ الجولز دي انت اول حاجه لما انا دلوقتي مثلا انا خدت دول، انا خدت دي ودي ودي. ليه؟ لان انا حليت 3 مسائل من اول مره. لازم ان انت تحل المساله من اول مره. لو غلطت لو مثلا كان الكود فيه غلطه وانت غلطت فيها فبينقص منك التوكن. فانا اخدت ال3 تشالنجات لانه انا حليتها من اول مره ما غلطتش فيها. ال 95 اكس خدت ده لان انا عديت ال 95 او وصلت يعني 95 اكس بي. وكومبليت 3 اكسرسايز ان انا كمان خلصت 3 اكسرسايزز من المسائل اللي هو كان المفروض ان احنا نحلها. ده كده الجولز. الليدر بورد بقى ده حاجة عاملة زي البادجز كده طبعا. او هنا زي ما بيقولك، طبعا انا ما كنتش موجودة خالص في ده، انا بس شايفها دلوقتي. بيختاروا من اول ال7. فانا دلوقتي طالعة في المركز الثالث، وقدامي واحد من المركز الثاني والاول. هما بيختاروا اول 7. فانا وصلت للمركز الثالث لان انا معايا 172 اكس بي. وهو هنا فانا دلوقتي يعني ايه، المفروض ان احنا نتخطى يعني كل ده.
طيب الستور ده بقى الفري تشيست دي انا لسه واخداها من شويه برضه. الفري تشيست دي هديه، ساعات بقى ممكن يديك توكن او ممكن يديك انرجي على حسب يعني اللي هيديهولك. دي هديه حلوه قوي، انا فتحتها قدامي 16 ساعه عشان يفتحوا تاني. كده احنا ايه، عرفتكم على كل حاجه في الويب سايت ده. هو لطيف جدا وسهل قوي في الاستخدام، يعني مش هنواجه فيه اي مشاكل خالص. خلونا نبدا كده بقى ايه واحده واحده. طبعا انتوا اول ما تبداوا من هنا هندوس كده مع بعض نشوف ريفيو، نعمل ريفيو. طبعا انا حليتها فهشرح لكم عادي جدا، الكلام سهل ولكن مع الوقت هيبدا انه ايه يشد شويه معايا. طيب بيقول لي ايه، بيقول لي هنا C++ is a powerful high performance programming language used in everything from game development and operating system to scientific computing, known for its efficiency and flexibility. هنا هو بيقول لك ايه معنى C++ او ايه هي C++. دي البدايه يعني كده. هنا هو اوريدي الكود ده انا ما كتبتش والله في اي حاجه، الكود ده بيبقى قدامي هو كتب كده لوحده، هو وحده كده. فالتشالنج بيقول لي ان هو عايزني، التشالنج بقى بتاعنا ايه، ان هو عايزني ادوس على الرن بوتن علشان يطلع لي انه طلع لي هلو سي بلس بلس. فانا لو دوست طبعا ايه، انا عشان ما معيش يعني، لكن انت لو دلوقتي دوست الرن كود هيطلع لك هنا في الاوتبوت بتاعتك، هنا تطلع لك هلو سي بلس، يعني ده اللي هيطلع بالظبط، هو ده اللي هيطلع. حلو حلو. ندخل على اللي بعده وهو ده تاني واحدة. هو يبدأ يدخلك واحد لوحده أصلا. تاني واحدة بقى بيقول لي إيه، بيقول لي hello world. The hello world is a simple program that output hello world to the screen. هو بيقول لك يعني إن hello world دي حاجة بسيطة جدا، بيبقى طالب منك إن أنت تطلعها لك output على الشاشة. طيب in C++ we use std cout. std دي بقى يا جماعة إيه، في كود شيف، تعالوا نفتح كده كود شيف. تمام، كود شيف هنا إحنا بنستخدم using namespace std، ولكن هي ليها بديل تاني. خلينا نرجع كده تاني، اللي هو الاس دي. الاس دي بقى ايه، بتستخدم ازاي؟ فكده ان هي تقيله شويه في الاستخدام، لانه هي بتزهق، مش زي اليوزنج نيم سبيس. احنا لما بنعمل ايه في اليوزنج نيم سبيس، احنا دلوقتي لو حطينا اليوزنج نيم سبيس دي اس دي بنعمل ايه، بنبدا نكتب الكود بتاعنا عادي جدا من غير اي حاجه تقطعنا. لكن الاس دي مختلفه، الاس دي مع كل كود تكتبه او مع كل سطر كود انت بتكتبه، يعني مثلا انا كتبت مثلا ده يبقى وراها اس تي دي، كتبت ده يبقى وراها اس تي دي، وكتبت هكذا وهكذا وهكذا، فبتبقى الموضوع بيبقى كبير وكود كبير وبتبقى مستفزه. مش زي دي، مش زي اليوزنج نيم سبيس اس تي دي، بتبقى اسهل. طيب ايه كمان بيقول لي، طبعا لما بنحب ان البرنتد يعني، فبنحط اللي هم التو اوبريشن دول، الانستريشن اوبريتور، اللي هم احنا كنا بنقول عليهم ايه، المساعدين، او ده كده ما بيننا وبيننا يعني، بيننا وبينك كده، عشان ايه هي ما اسمهاش كده اصلا. طيب بيقول لي ايه، بيقول لي بقى تعالى نشوف كده ايه هلو وورلد بروجرام ان سي بلس بلس. هو نفس الكود هنا، انا اصلا اخدت كوبي هنا حطيته هنا. الموضوع سهل، بس مع الوقت طبعا هيبدا يبقى اصعب واصعب واصعب. في النص كده بيبقى حاطط لك كويز، انا حليت الكويز ده وهحله معاكم تاني. بيقول لي ايه، بيقول لي if you wanted to print goodbye universal to the console in C++, what would be correct syntax. بيقول لي لو انا دلوقتي طبعت كلمه goodbye، لو انا دلوقتي يعني لو انا دلوقتي عايزه اطلع على السكرين goodbye زي ما بطلع كلمه hello world، المفروض اكتب ايه علشان يبقى صح؟ هل اكتب std print؟ هو احنا بنستخدم برنت دي اصلا في مبدئيا كده الحته دي غلط، لان برنت دي اصلا في البايثون. طب هل هي std سين؟ ايه علاقه السين باللي انا عايزه اطلعه؟ ايه، انا كده بقول له هو، انا كده بقول له، انا كده بقول للكمبيوتر انت اللي اعملها، او انا كاني انا اللي بقول انا اللي هعملها مش هو كمان. اما هل هي اس تي دي سي اوت؟ هي اس تي دي سي اوت، لان السي اوت احنا قلنا اللي هي ايه، انا قلت لك ان السي خدها من كلمه سي بلس بلس، شيل بلس بلس وحط السي، وقلت لك ان الاوت يعني الاوت يعني بيخرج، يعني كاني بقول له خرج كلمه جود باي يونيفرسال. فدي طبعا الايه الصح. question 2 بيقول لي، طبعا المفروض تعمل سبميت بقى. In a C++ program, what is the purpose of return zero at the end of the main function؟ يعني إيه لو أنا إيه يعني إيه استخدام return zero سيمي كولون؟ طبعا إحنا مكناش بنستخدمها لأن عادي لو اتحطت مش هتأثر في حاجة، ولو متحطتش برضو مش هتأثر في حاجة، يعني لو اتحطت مش هتأثر، ولا لو متحطتش برضو مش هتأثر. فهنا بيقول لي أول حاجة return control to the operating system، لأ. بيقول لي it prints zero to the console، ملهاش علاقة، برنت أصلا مش بتطلع حاجة. طيب it required to compile the program، برضه ملهاش علاقة. طب هل هي it indicates that the program executes successfully؟ اه
يعني هو هنا بيقول لي ان انا كده خلصت، يقصد يعني ان انا كده خلصت الكود بتاعي، يعني دلوقتي انت ايه سلم الكود ده للكومبايلر. طيب question number 3 بيقول لي which header file need to be included to use stdc out in a C++ program. يعني ايه هو اللي المفروض احنا كنا هنا دلوقتي. بصوا كده لو فتحت معايا هنا بيقول لي ايه، هنا كان بيقول لي ايه هاشتاج include. طبعا دي الحته دي بتبقى من تبع الكود شيف نفسه او بتاعه الويب سايت نفسه، ولكن المفروض بتتشال اصلا هتحط بدلها هاشتاج اي او ستريم. فهل هو بيقول لي هل احنا نحط اس سي اس تي اي دي اي او؟ لا ايه ده اصلا. طب هل هي او ستريم؟ لا هي اي. طب هل هي اي او ستريم؟ اه. طب هل هي سترينج؟ سترينج دي تنفع اصلا، والاي او ستريم تنفع، بس هو هنا ما بيتكلمش غير على ايه الاي او ستريم. هنتكلم دلوقتي اصلا على السترينج. كده انت ايه خلصت 3 questions. طبعا كل question انت بتحلها صح بيديك عليها اعتقد يعني ما افتكر يعني حاليا كان بيديني 5 اكس بي، مش توكن لا اكس بي. بيقول لي بقى التشالنج ايه هنا. تمام تعالوا كده نقفل بقى آه، احنا حلينا كده خلاص. ثانية ماشي خلاص. بيقول لي التشالنج ايه بقى، بيقول لي عايز ان انا اطلع له رايت بروجرام اوتبوت هلو وورلد. فهو هنا بيقول لي هل انا بص بقى فكرة الكود دي ده بقى ايه فكرته ايه بقى. في كود شيف كان بيجي يقول لك لو عايز تطلع يس او نو عادي بقى انك تحط كابيتال او تحط سمول او تحطهم كلهم سمول. لا هو هنا بقى في كودي مختلف. كودي بقى قال لك ايه، قال لك انا مش عايزك تحط لا، انا عايزك تكتبها كده بالحرف. يعني لو انت كتبتها لي كده اول حرف فيها كابيتال واول هنا حرف فيها كابيتال هحسبها لك صح. طب لو عملت لي دي ودي هتتحسب غلط، مع ان الكود كله ممكن يكون صح، بس هو مشكلته في ان دي مش كابيتال وان دي سمول وان دي برضو مش كابيتال وان دي سمول. دي مشكله كودي بس. فهنا ده هو ده كده شكل الكود لما يتكتب وتعمل له رن وخلاص كده انت اصلا ممكن تاخدها كود وتقوم حاططها. هو مش هو هنا بيغش، هو مش بيغششك، هو بس بيقول لك يعني انا مش يهمني غير ان انت تحل الكويز صح. احنا حلينا اول تو، حل تالت واحده نعمل ريفيو. طيب بيقول لي ايه، بيقول لي الكومنت، بيقول لي in programming comment are pieces of text that explain that the code is doing. The important thing to know about comment is that they are ignored by the compiler. بيقول لك ايه الكومنت اللي انا شرحتها الحصه الفيديو اللي فات، انا شرحت فيها الكومنت على فكره واخدينها سبحان الله. هنا بقى انا قلت لك كنت بقول لك ايه في الكومنت. هو ليه فتح لك كويس على طول. المهم كنت بقول لك ايه هنا في الكومنت، كنت بقول لك حط التو سلاشز دول عشان تكتب كومنت. لما كنا بنكتب الكومنت ده هي اسمها اصلا كومنت حلو، فانت بتكتب كانك بتكتب نوت، ولكن الكومبايلر اللي شايفها يعني مش هيعمل بيها حاجه. يعني مثلا انت حطيت التو سلاشز دول وقمت كاتب اي حاجه اي حاجه. يعني خلينا نفتح هنا كده الاونلاين كومبايلر كده، ومثلا نفترض ان انا هكتب دول واكتب بقى اي حاجه كده اهو. ابدع الكيبورد براحتك واعمل رن. هل هو هيأثر معاك؟ لا مش هيأثر. هل هو يطلع لك ايرور؟ مش هيطلع ايرور. اه عمل الكود طبعا الكود ده حاجه تانية. عمل الكود عادي جدا طلع الاوتبوت اللي هو قال لك مثلا لا ما ينفعش الكتابه دي ولا هو اصلا ما شافهاش، انت اللي شايفها بس. تمام. فهنا بيقول لي يعني ايه ان انت لما تحط تو سلاشز دول وتعمل كده فده بيبقى كومنت، يعني كده الكومبايلر مش شايف حاجه. فانت ممكن تكتب انتجر اكس ايكوال 5 وتحط دي بقى. بعد كده بيقول لي ايه، بيقول لي عندك بقى ايه العلامه دي. انا كنت بقول لك عليها مالتبلاي لما كنا بنحطها، لما كنا مثلا نيجي نعمل 5 مالتبلاي 6 مثلا، فكنت بقول لك عليه ايه مالتبلاي. هنا لا اسمها حاجه تانية بقى، هنا سلاش استريك استريك كده على طول. هي جايه من كلمه ستريك عامه، بس احنا بنقولها على طول بنخطف كده كلمه ستريك دي، مش بنستك عليه، مش بنقول ستريك لا. تمام. فهي اصلا دي كده اسمها على بعضها مالتي لاين كومنت. مالتي لاين كومنت. طيب جميل. عندك بقى ايه بيقول لك يعني ايه الكومنت دي اصلا او المالتي لاين كومنت دي بتستخدم ايه، بتستخدم للكومبلكس لوجيك، للمسائل المعقده او المسائل اللي هي المنطقيه. يعني لوجيك يعني منطقي.
بيقول لي يعني هنا بقى بالانجليزي بيقول لي ايه، بيقول لي use them to explain complex logic, describe the purpose of variables or leave note about thing to improve. خلينا كده نجربها. انا نفسي انا ما جربتهاش قبل كده. خلينا نجربها مع بعض ونشوف ممكن ايه اللي يحصل. لو انا كتبت كده وقمت كاتبه اي حاجه، هكتب اي حاجه، اكتب اي حاجه هتيجي في بالك ونعمل رن، هنشوف ايه اللي هيحصل. طلع لي ايرور هنا المره دي لانه انا ما عملتلوش يعني انا كده بقول له انا هو يعتبر الكومبايلر يعني يعتبر شافها شويه يعني مش قوي، بس هو عمل بيها هتطلع لي ايرور لان هي قال لك ان هو بيستخدم في ايه، في الكومبلكس لوجيك. جميل. طيب تعالوا بقى نشوف الكويز بتاعنا. الكويز بتاعنا بيقول لنا ايه بقى، بيقول لنا in a C++ program you wanted to leave a note for your future self about a complex code you had implemented, which type of comment would be most suitable for this purpose. هل هو multi line comment ولا inline comment ولا single line comment ولا algorithmic comment؟ احنا لا خدنا algorithmic comment ولا خدنا inline comment ولا خدنا signal line comment، فهتبقى مالتي لاين كومنت. طب ايه اللي عرفك انها مالتي لاين كومنت يا عم؟ قال لك هنا، قال لك ايه، قال لك you want to leave a note for your future self about a complex code. a complex code وهو هنا كان قايل لي ايه، كان قايل لي a complex logic. هي complex code، هي complex logic كده. ده ايه اول question. تاني question بيقول لي ايه، you are reviewing someone else C++ code and not the following line. integer ده واحد يعني ده شخص كاتب كود، يعني هو جايب لك الكود من شخص تاني. فبيقول لي integer temperature equal 98.6 دوت 2 slashes يعني comment convert to Celsius later. What can you infer about the comment in this line؟ بيقول لي it affects the value of the temperature variable. لا. طب هل هو it will cause a compilation uncompilation error؟ برضو لا. طب بيقول لي it's a multi line comment، برضو لا. هو محطليش هنا علامة الاستريك، محطلهاليش. فهتبقى ايه، it's ignored by the compiler but serves قصدي as a reminder for the programmer. هي دي الصح، ان هو الكومبايلر عملناها ignore يعني ما خدش باله منها اصلا وكمل الكود بتاعه عادي جدا. question number 3 اخر question بيقول لي ايه، which of the following is a correct way to start multi-line comment in C++؟ هل دي احنا خدنا الكلام ده؟ لا ما خدناهوش قبل كده. طب هل هي التو سلاشز؟ لا التو سلاشز دي مش المالتي لاين، دي الكومنت العادي. طب هل هي دي؟ لا برضه. يبقى ايه هتبقى دي. ده ايه كده ايه تالت مسألة بالنسبة طبعا ايه كده. احنا طبعا ايه بناخد عليها توكنز، طبعا بناخد عليها اكس بي كمان. حقيقة اول 3 ندخل على ده. انا اصلا النهارده احتمال مش هحل معاك حاجات كتيره لان طبعا ايه دي حصه ايه بسيطه كده كانها حاجه ترفيهي كده، بما ان طبعا نكون شايف عمل فينا المشكله الكبيره دي. طيب بيقول لي ايه بقى، بيقول لي basic program structure. بيقول لي in C++ every line of code that run must be inside the main والfunction the main اللي هي دي function يا جماعه اللي هي المين، ده اللي بيتكلم عليه يعني. In the entry point of a C++ program. When you run a C++ program, the code inside the main function is the first to be executed. طيب بعد كده قال لي ايه، here is a simple breakdown of a basic C++ program. هنا يعني جايب لك ايه، بيقول لك يعني ان انا جبت لك حاجه او حاجه اللي انا اقصد اللي بتكلم عليه. يعني قال لك هاشتاج include، حط طبعا المساعد واحد بس، طبعا بنقول عليها كده بيني وبينكم الاي او ستريم، حط جواها الاي او ستريم وقفل عليها وحط تو كومنت او حط تو سلاشز وقال لك header for input or output. دي معناها ان ده الراس اللي هو بيطلع الانبوت او الاوتبوت. هنا قال لك ان الانتجر مين، حط لك التو كومنت معناها ان هي المين فانكشن يعني الفانكشن الرئيسيه. وهنا قال لك هنا بقى ايه، انا عايزك تطلع لي على الشاشه this is my first C++ program. وقال لك هنا return zero يعني ايه return statement يعني كده خلص. طبعا اوكي ده كده ايه خلص. ايه الكلام ده. هنا بقى اتكلم لك بقى هنا على هاشتاج انكلود وهاشتاج انكلود. انا لسه شارحه لك دلوقتي اصلا ولخصت لك كل الكلام ده. الكلام ده ممكن تقراه بالانجليزي عادي جدا.
قال لك هنا اهم حاجه important not in C++ وكنت بتكلم عليها قبل كده، السيمي كولون. السيمي كولون دي اللي هي الشكل ده اللي احنا دايما بيبقى معانا مشكله معاها، دايما بننساها في اخر الكود، دي بتتحط في اخر الكود دايما. فبيقول لي the semicolon is mandatory until C++ that you have reached the end of the statement. Forgetting to add a semicolon will result in a compilation error. However, note that code block included in curly bracket اللي هو ده الكيرلي براكت اللي احنا كنا بنحطه بعد الاف او بعد الوايل او بعد الالس او بعد اللوب عامه، او اي حاجه يعني فيها براكتس يعني كده. فبيقول لي don't need semicolon. بعد ما بنحط الكيرلي براكت ده ما بنحتاجش ان احنا نحط سيمي كولون. تعالوا نشوف الكويز بتاعنا، يلا بينا. بس قبل ما نشوف الكويز عشان لما بفتح الكويز بيقفل على طول، ما بيرضاش يعني يشيل ده عشان اوريكم الكود. فبيقول لك هنا التشالنج بتاعك ايه؟ create a C++ program with main function. Inside the main function write a code to output the following text. قال لك انا عايزك باستخدام الانتجر مين اللي هي اصلا اهم حاجه، انك تطلع لي في الاوتبوت بتاعك this is my first C++ code. C++ قصدي بروجرام. انت لو خدت الكود ده كده كوبي وحطيته هنا كده ده الصح اهو، انا اصلا واخده كوبي اهو من هنا وحطيته هنا، عملت ران كود طلع لي this is my first C++ program وخلاص على كده. تعالوا نشوف بقى ايه الكويز بتاعنا. اول هما تو كويشن بس. بيقول لك اول واحد بيقول لي if you wanted to create a C++ program that greets the user with their name which of this would be the correct structure for the main function. الفانكشن main البراكت والكيرلي براكت لا ما اتكلمناش عنها قبل كده. طب الفويد مين؟ لا الفويد مين دي على فكره موجوده بس انتوا لسه ما خدتوهاش وانا لسه ما اتكلمتش عنها، وهي حاجه من فوق شويه مستوى اعلى شويه، ف برضه لا هو ما اتكلمش عنها اصلا. طب هل المين كده لوحدها؟ برضه ما اتكلمش عنها. طب هل هي الانتجر مين؟ اول ما تشوف انتجر مين تشوف البراكت تحط الكيرلي براكت خلاص كده دي الصح. يبقى ايه؟ يبقى النمبر 4 دي الاجابه الصحيحه. Question number 2. In a C++ program to display the current time, which statement would correctly output the time to the console. بيقول لي print the current time is current time. لا البرنت دي قلنا ان هي بتبقى في البايثون مش في السي بلس بلس، ما عندناش حاجه اسمها برنت في السي بلس بلس. طب هل هي system dot out dot print line in the current time is plus current time؟ لا برضو برنت اصلا طالما في برنت يبقى غلط لان البرنت بتبقى موجوده في البايثون مش هنا. طب هل هي سي اوت كده لوحدها the current time is plus current time؟ برضو لا. هي اولا نمبر 4 على فكره تنفع شويه تنفع. اولا انت لو حطيت هنا بس في الاخر المساعدين الاثنين دول هنا كده وحطيت الاند لاين تنفع، ولكن ده بالنظام الجديد. ولكن النظام القديم بقى اللي الناس يعني اللي بتبقى لسه مبتدئه شويه ما تعرفش اليوزنج نيم سبيس بتاعتنا اللي هي اس تي دي فبيستخدموا دي. فهيقول لك ان هي اس تي دي سي اوت وحط لك الكرنت تايم والكرنت. بس الفكره في الفرق ما بين دي والفرق ما بين دي ان دي ممكن تكون غلط كمان لان هو هنا حاطط لي بلس ما حطليش ده، حطليش المساعدين الاثنين دول، حاطط لي بدل بلس، فده برضو ممكن يكون السبب ان هو غلط. انا مش حابه اطول عليكم النهارده في الفيديو، انا عارفه ممكن يكون طويل شويه ولكن انا حبيت ان اشرح لك الفكره في كودي عامه والحاجات البدائل ليه. كمان هعمل لكم كمان ان شاء الله هعمل بلاي ليست فيها اصلا لكودي خاص، يعني بلاي ليست كده لكودي لان طبعا كود شيف قفل، فهيبقى في سلسله تانية لكودي. وكمان في ويب سايت تاني شبه كود شيف كده اسمه كود فورسز حلو جدا برضو، ولكن الفرق بتاعه ان احنا لما نبدا نحل المسائل في كود كنا بنحل المسائل في كود شيف فكان ايه بيبدا من 500 مساله، هنا لا هنا بادئ من 800 مساله لحد 1000 مساله. فايه عادي يعني برضو الموضوع مش صعب هنحلها مع بعض والموضوع سهل جدا. طبعا احنا كده ايه شفنا كودي وشفنا اهو كود شيف، برضه هيبقى فيه ليست ان شاء الله كود فورس. ولو وكمان معانا حاجه اسمها spot.com برضو هو حلو برضو لسه انا برضو لسه شايفاه يعني من شويه برضو كويس، برضو المسائل بتاعته كويسه جدا. هنشوف برضو كل حاجه من دي وهنعمل بلاي ليست لكل واحده من دول، ولكن الاول هنبدا ان احنا نشتغل على كودي عادي جدا، هو حلو جدا على فكره. وبكده بقى نكون خلصنا الفيديو بتاعنا او خلصنا شرح كودي عامه. افتكر دايما ان كل مساله بتحلها بتقربك اكتر من هدفك. متنساش بقى تدعم القناه باللايك والاشتراك علشان نكمل مع بعض مشوارنا، ويلا باي باي.